بيكم في فيديو جديد، ويا رب تكونوا بخير. الجو اليومين دول برد قوي ومحتاجين نشغل الفرن ندفي البيت. تعالوا نعمل مع بعض احلى قرص طريه باللبن الرايب، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم القرص طريه وهشه كده وريحتها توصل لاخر الشارع. اوعدك بعد الفيديو ده هتعملي اجمل قرص فلاحي بطعم وريحه في منتهى الجمال. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان هنقول كل التفاصيل والاسرار علشان تطلع معاكي طريه وجميله كده. والناس اللي بتشتكي ان القرص بتنشف منها هنشوف ازاي تفضل طرية معاكي من اول قرصة لاخر قرصة. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة والمقادير، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايكات وشير كتير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب علشان توصلكم وصفاتي اول باول. طيب لو عاملة كمية حلوة كده كبيرة وعايزة تحتفظي بيها علشان تفضل طرية لاخر واحدة، بعد ما تبرد تماما هجيب اكياس تلاجة وارص فيها القرص واحطها في الفريزر، ولما احتاجها هطلعها واسيبها في الجو العادي، او ممكن احطها في الميكروويف 30 ثانية وهتبقى طرية وزي الفل.